طبعا أول ما ترطل البكيرات نستغلها، وعقب ما نستغلها شوي كم يوم كذا نخرب فيها، نخليها نروح للغرة. فنروح للغرة، بعد الغرة نروح للإخلاص. فوش نسوي بعد الإخلاص؟ إذا خرفنا من أسبوع كذا أسبوعين نعود نرجع إلى تمر البكيرات. البكيرات هذه نشوف إذا جمدت نص الجمدة نقصها على أساس لا تتساقط في الأرض. في بعض الناس مثلا يحطوا لها بساط حولها، احنا لا، يعني لانها نصرمها بدري ما يمدي انها تحول في الارض، فنلايم السقط هذا وينفع للحيوان بدل ما تاكله الارض. وعقبها الى الاخلاص برضو بعد طبعا ينخرف، لازم في وقت الخراف بيطيح تمره وبتطيح واحده خربانه وهذا، فلازم ناخذ عليهم لفه كل يومين ثلاثه نسقط التمر هذا. فاذا ده بعدين نرجع للبكيرات شو نسوي؟ نرقى بالكر هذا. الكر عندنا المعلق، عندنا نوعين، عندنا مرحله حقه التمر تحت، وعندنا المعلق اللي نركب فيه، ونركب بالمعلق ونركب بالدلدال والمنجل والكر، ونقص النخله ونحولها. طبعا اذا كان معاي احد ياخذ من عندي، واذا كان ما معاي احد لا انزل وافك الحدره الاولى واعود اركب مره ثانيه. الحمد لله رب العالمين.